النهارده ميعادنا مع تجربة جديدة مميزة ومختلفة جدا في بورسعيد. أنا موجودة في أول نادي متخصص للسيدات والبنات والنساء في بورسعيد، ويلا بينا نحضر النادي سوا ونشوف هل فعلا يكون مفيد وحاجة لطيفة جدا لكل البنات وتساعدها في الحياة. يلا بينا نبدأ. النادي النسائي هو فكرة أول مرة تحصل في بورسعيد تحت إشراف كوتش أسماء الغريب. هي أخصائي نفسي معتمد ولايف كوتش، قررت تتبنى الفكرة دي وتساعد بنات ونساء بورسعيد إن هم يفضفضوا، يحكوا مشاكلهم، يخرجوا كل الضغوطات والألم اللي مكتوم لسنين جواهم. اختارت تعمل النادي عشان توجه البنات وتساعدهم إزاي يخرجوا من المحنات ويخرجوا كل الطاقات السلبية نتيجة تراكمات كتير. وحقيقي نتيجة النادي كانت نتيجة مبهرة جدا، الناس اتبسطوا قوي، كل واحد طلعوا اللي جواه. النادي كان عبارة عن كوميونتي، الناس خرجوا حابين بعض، متعاونين مع بعض، مخرجين كمية طاقة سلبية فظيعة. حقيقي يا جماعة ما ينفعش تفوتوا فرصة حضور النادي النسائي ده ولو لمرة واحدة. بشكر كوتش أسماء الغريب على دعمها للفكرة دي ومساعدتها لبنات بورسعيد انهم ازاي يكونوا على الطريق الصح، وازاي ان نفسيتهم هي اولا واهم حاجة لازم تفكري فيها نفسيتك وبس. لو عايزين تعرفوا اي تفاصيل على النادي او اي حاجة تواصلوا مع كوتش اسماء الغريب. بتعمل النادي مرة واحدة اسبوعيا، وتكلفة حضور النادي تكلفة بسيطة جدا مقابل الافادة اللي هتاخدوها. حقيقي انبسطت جدا جدا بالتجربة، انصحكم بشدة لازم تجربوا حضور النادي النسائي ولو لمرة، تفرق معاكم جدا. تخرجوا بصداقات، علاقات، تخرجوا باخوات، وحقيقي انبسطوا جدا جدا. لو انت حاسه بالوحده تخرجي من النادي مش وحيده، لا انت لقيتي الاسره اللي انت كنت بتدوري عليها من زمان. استناكم انتوا كمان تحضروا النادي النسائي ده وتقولوا لي رايكم في الكومنت، صدقوني تفرق معاكم جدا جدا. جربوا وهتدعوا لي. يلا باي باي.